يا مساء الحلويات والعسليات على عيونكم اخواتي واصحابي في الله، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وعلى خير، ويجعل ايامكم وحياتكم ان شاء الله كلها خير وسعاده باذن الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلوا على الحبيب علشان خاطر قلبك يطيب. بصي بقى كده، معلقه من السمنه كده تحطيها في الحله وتنزلي عليها بعصير الطماطم بتاعك الحلو ده كده، وتجيبي رشه الفلفل الاسمر الجميله بتاعتك كده، وكمان تجيبي بقى، ودي اختياري، انت حابه تحطيها هتحطيها، مش حابه براحتك. انا هحط كده ربع معلقه من المرقه الفوريه او مكعب مرقه، دي اختياريه اهو، انا بقول اهو تاني اختياري. تمام. وهتنزلي بقى بالملح بتاعك، وانا بقى بحط تركه كده بتخلي كده طعم الاكل يروح في حته تانية شويه كده، بالذات بقى مع الاكله اللي احنا هنعملها دي دلوقتي. بعد الملح كده بس، ونقلب كله في قلب بعضه، وهنسيب الحله دي على النار تاخد 3 4 غلوات، يعني بالظبط تتسبك 3 ارباع تسبيكه. تمام. ايه بقى الحاجه اللي انا هنزلها كده ودي بتدي طعم حلو قوي قوي للاكل؟ البابريكا المدخنه. هحط منها كده، بصوا، رشه كده تحفه، بجد بجد تحفه جدا، غير ان هي بتدي لون للطماطم، بتدي طعم حلو قوي قوي. يعني انا جربت الاتنين، العاديه والمدخنه، بس بجد المدخنه كمان لما بتحطيها على اللحوم بجد بتديها طعم حلو قوي قوي. خلاص كده، ومعلقتين كمان من الصلصه. لو دي برضو دي اختياري، عشان ما حدش يقول لي حاجه، دي اختياري. وسيبي كل ده كده يتسبك مع بعضه زي ما قلت لكم 3 ارباع تسبيكه كده، وتعالي شوفي احنا هنعمل ايه مع بعض. واختصارا للوقت، وعشان ما بقاش ضيفه تقيله عليكم ولا بتكلم كتير، انا دي بطاطس جبتها وقشرتها وقورتها زي ما انتم شايفين كده، وحمرتها نص تحميره. وخلي بالكم عشان في بطاطس في السوق بتحمر بسرعه، او ما بتتحمرش كويس زي البطاطس الحلوه بتاعتنا. يعني في بطاطس ب10 جنيه تيجي تحمريها تاخد لون كده وتحسي ان هي طريه كده مايعه. تمام. وطبعا دي لحمه عصاج، احنا معصجينها، وكلنا طبعا عارفين العصاج بيتعمل ازاي. تمام. هنعمل ايه؟ هنعمل بطاطس محشيه لحمه بطريقه حلوه. اهم حاجه في البطاطس المحشيه لحمه يا جماعه التسبيكه بتاعتها. التسبيكه اللي احنا عملناها تسبيكه زمان، في ناس بقت بتضرب الطماطم دلوقتي بتسهل كده وتحط عليها البهارات ني في ني وتحطها على البطاطس وتقولك ايه ادخلها الفرن وخلاص. صدقيني مش هيبقى طعمها حلو زي اللي احنا عملناها وزي التسبيكه بتاعت زمان. هنحشي بقى البطاطس بتاعتنا ونرصها كده في الصينيه. وبصوا، من اروع الاكلات اللي بحبها فعلا البطاطس المحشيه، بالذات جنب الرز ابو شعريه او الرز الابيض. هنا بقى كده كانت خلاص الطماطم معانا اتسبكت ال3 ارباع تسبيكه، هنجيبها ونحطها على البطاطس. وليكي اختيار في السوا، في اختيارين: اول حاجه تحط لها ورقه فويل وتدخليها الفرن، تاني اختيار تسويها من فوق على البوتاجاز وبعد كده تدخليها الفرن، وده اللي انا بفضله. احب اسويها من فوق زي زمان وبعد كده ادخلها الفرن، بتطلع معايا مظبوطه و10 على 10. اول ما تطلع من الفرن هوريها لكم. سويتها من فوق الاول كده وبعد كده دخلتها الفرن، بصوا طالعه بسم الله ما شاء الله حلوه جدا. بصوا مش عايزه اقول لكم بقى كان طعمها روعه، والبابريكا المدخنه عطاها طعم حكايه. بصوا كفايه لونها الذهبي الجميل دوت. يا رب الطريقه والفكره تكون عجبتكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. بحبكم في الله وبشكركم كلكم، وبشكر كل حد جديد دخل عندي وبيشجعني. بجد بجد شكرا ليكم، بحبكم كلكم في الله، واقول لكم السلام عليكم.